الوصفة دي من الوصفات المحببة إلى قلبي بصراحة. كنت عايزة أفكر نفسي وأفكركوا بيها. وصفة الفريك، بس الفريك ده بعمله بطريقة بقى تانية مختلفة غير الفريك اللي احنا عارفينه أو متعودين عليه. أول حاجة بيجيب بصلة، يعني دولت كده بصلتين متوسطين. بحب البصل فيه كتير أوي. بصلة بزبلها كده أصفرها شوية. من الوصفات المحببة إلى قلبي الفريك ده معمول بطريقة مختلفة شوية. أول حاجة بصفر البصل زي ما انتم شايفين كده، بعد كده أنزل بنص كوباية دي صلصة تقيلة، ربع كوباية صلصة تقيلة، أو نص كوباية طماطم أو معجون طماطم. أقلبها كده شوية لغاية ما أحاول تسبك شوية، مش تسبيكة قوي يعني. بصوا يا جماعة أنا مش تسبيكة قوي أهو. بعد كده أحط الفريك. ده فريك أخضر نقعته غسلته كويس ونقعته حوالي ساعة. لكن فريك عادي نقعيه بس ربع ساعة. نقلبه كويس قوي لغاية ما أنا حطيت طبعا مع البصلة زيت زيتون أو زيت عباد. هحط بقى شوية توابل كده. هحط بصل بودر، جنزبيل، فلفل اسود، وتوم بودر، وكمون، وطبعا الملح. اقلب كل الكلام ده كويس قوي، وبعد كده ازود له شوربه او ميه بماجي. اضيف الميه بتاعتي. خلي بالكم الفريك بالذات اللي هو الاخضر ده يعني مش بيعجن، لان كميه النشويات تكاد تكون مش موجوده يعني. ودي الماجي، مكعب الماجي. سيبه يغلي بقى، وبعد كده سيبه يشرب الميه واسيبه على نار هاديه لغايه ما يستوي. بحب اشوي معاها بقى قطع فراخ. اشوحها كده. انا خلصت الفريك اهو. هحط عليه بقى طماطم. الطماطم دي لحم الطماطم بس، مش الميه اللي فيها. وشويه بقدونس. كل بقى الكلام ده. شويه كمان دبس رمان حلوين كده. وشويه زيت زيتون. نقلب كل الكلام ده بقى. قلبته اهو. نجيب الفراخ بتاعتنا بقى. لازم اسيب الفرخه كده 10 دقايق عشان يبقى جوسي من جوه. مش عايزه اوريكم بس ان هي قد ايه جوسي وجميله، حلوه قوي. نحطها بقى على الطبق. الطبق ده بقى طبق اعتبريه سلطه، اعتبريه طبق جانبي، اعتبريه طبق رئيسي. يعني المهم ان هو طبق بصراحه حكايه. ملكوش بقى دبس رمان. انتوا عارفين دبس رمان قد ايه بيخلي طعم الحاجه فظيع. انا هحط لكم اللينك بتاعه هنا فوق على ستوري. ادخلوا وشوفوا الوصفه كامله. بس هي بصراحه وصفه منتهى الجمال، جربوها. رهيبه رهيبه رهيبه. الريحه فظيعه. لازم تعملوها يا جماعه عشان تضيف فعلا الجنة.